اسبانيا غادي تقاد الوراق ل 500 الف حراق. يا سيدي كما سمعتي، اسبانيا غادي تقاد نص مليون حراق مغربي الوراق ديالو. وهاد القصه هادي ما خصناش نشوفوها صدفه ولا صفقه من اسبانيا تجاه دوك الحراقه المغاربه، ولكن الحقيقه هي ان اسبانيا لقات راسها ضروري خاصه هاد المهاجرين ومحتاجه ليهم كثر ما هما براسهم محتاجين ليهم. الرئيس الاسباني بيدرو سانشيز خرج بواحد التصريح صدم بيه بزاف ديال الناس، خصوصا الشعب ديالو، وكان صريح بزاف معاهم وخير الشعب ديالو بين جوج: يا بلاد منفتحه ومنزهره، يا بلاد مسدوده وفقيعه. سانشيز اعترف باللي بلا دوك الحراقه الاقتصاد الاسباني غادي يوقف، واكد باللي دوك المهاجرين هما اللي هازين الضمان الاجتماعي والتقاعد. وبهذا الشيء الحكومه الاسبانيه قررت تسهل وتبدل بعض القوانين وخصوصا الارايكو، هذا القانون اللي كان معقد بزاف ديال الاصدقاء والصديقات اللي ساكنين في اسبانيا. وقبل ما نكمل لكم الاصدقاء، حاول دابا تبغى تخبط واحد جيم، دير شي كومونتير، بارطاجي هاد لا فيديو هذا باش كلشي يستافد، ونخليكم مع الفيديو. Ese país antes del 31 de diciembre de 2025 y se quedaron viviendo en esa nación sin documentos. Antes, el gobierno español aprobará un decreto de ley que regularizará a alrededor de 500.000 de extranjeros residentes en España. España, el Consejo de Ministros de luz verde al comienzo de los trámites que a través de un decreto que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año. اول حاجه غادي نشرحوها هي شنو هي بعدا لارايكو، اللي هو السيروت اللي غادي يحل بزاف ديال الشباب ولا بزاف ديال الناس وبزاف ما فاهمينوش. الارايكو باللغه الاسبانيه كتعني بالعربيه هي الجذوره، يعني انت كحراق شحال خرجتينا ديال الجذور في اسبانيا باش يمكن لك تاخذ الوراق. النوع الاول هو الارايكو سوسيال، اللي هو الارايكو الاجتماعي، حيت كي خاصك تخدم 3 سنين في اسبانيا وتجمع ليهم الوراق ديال الكونسوماسيون، اي حاجه درتيها، فلوس ديال الماء والضوء، الكرا، اي حاجه، باش تثبت ليهم باللي فات 3 سنين راك كنت عايش في اسبانيا. ولكن في هذه الفتره هذه بالضبط اللي باغيين فيها 500 الف واحد، الارايكو غادي تهبط بزاف وما تبقاش 3 سنين، غتولي حتى العامين، وكاين اللي كتهبط كاع كتهبط حتى 6 شهور، وزادوا سهلوا حتى شروط ووثائق القبول. ودابا كيخصك غير تثبت لهم على انه عندك واحد العقد ديال العمل اللي كيمتد اكثر من سنه تقريبا، ولا فقط تكون كتحضر واحد الدوره تكوينيه. المهم صراحه راه سهلوا ديال بصح، وانا كنشوفها فرصه اللي ما غاديش تعوض لاكثر من 20 عام. والنوع الثاني ديال الارايكو هو الارايكو ديال الخدمه، وهذا مخصص لدوك الناس اللي كيضربوا التماره في النوار. خاصك فقط تجيب لهم اثبات انك راه كنتي خدام في النوار، وتثبت لهم بلي راه كنتي خدام 6 شهور. والدوله الاسبانيه هنا كتجيك من الاخر كتقول لك شكرا بزاف حيت فضحتي دوك خوتنا اللي كنتي خدام معاه في النوار، وهكا الوريقات ديالك. وبالعربيه راك غادي تاخذ الوريقات ديالك وغتولي قانوني في اسبانيا، ولكن غادي تفرج دوك خوتنا اللي كنتي خدام معاهم. يعني هنا انت والضمير ديالك، هي الوريقات هي دوك خوتنا اللي كنتي خدام معاهم. وهنا في هذا القانون اللي بغاو يدخلوا فيه الحراق كاين واحد القانون اللي سميتو القانون التوري، ولا غادي نسموه الارايكو ديال التكوين. وهذا التوري غادي يعجب بزاف ديال الناس حيت مخصص للشباب. شي واحد بغى يدير شي حرفه في اسبانيا ولا يتعلم شي حاجه ولا شي تكوين في اسبانيا بحال الميكانيك ولا التمريض، وملي تسالي داك التكوين سوا في عام سوا في عامين سوا 3 سنين غادي تخرج منه، غادي يعطوك واحد الكونطرا دير واحد الخدمه، دونك راك تولي عندك اقامه. وانا عارفك هنا غتقول لي علاش اسبانيا دارت هادشي كامل، زعما واش حبوا فينا؟ وحنا عارفين اسبانيا ما عندهاش مع المهاجرين وما كتحملهمش، دونك علاش جات دارت هاد الجيست هاد. ولكن فاش تشوف شي واحد دار شي حاجه ما كيحملهاش، عرف راه ماشي لخاطرو. اسبانيا عندها جوج اختيارات: يدخل المهاجرين وتوفر يد عامله، يد ولا غطيح. هادشي راه ما قلتوش انا، قالوا الرئيس ديالهم بيدرو. تخيل معايا دولة قدك ديال اسبانيا كيخرج الرئيس ديالو كيقول راه خاصنا 150 الف منصب شغل ما فيهم حتى واحد، وبالضبط في المجالات الحيويه. تخيل معايا في اسبانيا كاينين معامل وزينات وفيرمات واقفين غا حيت ما كاينش اللي يخدم، ما كاينش اللي غيسوق لهم التراكتور وما كاينش اللي غيقاد لهم الضو. وهنا في كيبان الدور ديالنا كمغاربه اللي كنشكلوا اكثر من 900 الف واحد ساكن في اسبانيا. هادو غير قانونيين، خليك ملي ماشي قانونيين، اما راه كاين عشرات الالاف اللي ماشي قانونيين. والمغاربه كيف ما عارفين كاملين راه هما العمود الفقري في اسبانيا. بلادنا على مرحبا. الخوت اللي حارق وما لاقيش فين يكون مرحبا به، يجي ندبروا عليه يخدم. حنا ماشي بحال الناس ديال الميريا ومورسيا. مرحبا به بالخوت العرب كاملين، توانسه مغاربه جزائريين. وايضا العمود الفقري ديال البني سوا في مدريد سوا في برشلونه، قانون جديد غادي يخلي هاد الناس يخرجوا من النوار ويولي عندهم وريقات ديالهم، عندهم تغطيه صحيه ويخلصوا الضرائب باش حتى هما يولي عندهم واحد التقاعد فاش يوصلوا واحد اللاج. والحاجه اللي غتفرح بزاف ديال الناس اللي كاين في اسبانيا وما عندهمش الوراق
ومازال عندهم عائلاتهم هنا في المغرب، انه يمكن لك انك تجيب ولدك ولا بنتك ولا شي واحد من العائله ديالك، يمكن لك تجيبيه عندك حتى لاسبانيا. وهاد اللعيبه هادي غيفرحوا بها بزاف الناس طايحين في السيتياسيون وتوحشوا العائله ديالهم وتوحشوا ديك الجمعه، ولكن هما ما قادرينش يهبطوا للمغرب. دونك هاي الفرصه جات لعندكم، يمكن لكم دابا تطلعوا اللي بغيتو من العائله ديالكم، خص يكون قل من 26 عام. وكثر من هذا الشيء غتقول لي وانا عندي والديه في المغرب ولكن راه فايتين 26 عام، هذه راه باينه. القانون الجديد ما عندوش مشكل، غيقول لك جيب لينا تا والديك اسيدي، ولكن شرط واحد تكون انت هو المعيد ديالهم، دونك انت تكون خدام تما في اسبانيا. ولكن باش نكونوا فاهمين واحد الحاجه، الناس اللي غيستافدوا من هذا الشيء كامل ومن الناس اللي كانوا في اسبانيا في 2025، دونك الا مشيتي قبل 31 شهر 12 2025 لاسبانيا راك غادي تستافد من هذا الشيء. وباش نكونوا فاهمين، الرئيس الاسباني دار واحد المخاطره كبيره، حيت تما في اسبانيا راه ما كيحملوش المهاجرين، دونك دار هاد المخاطره هوايه من اجل البلد ديالو، حيت عارف الا ما دارش هكا اسبانيا غادي طيح الهاويه، حيت راه انقرضت في هذه العامله وكثرت فيها نسبه الشيخوخه بزاف. السؤال ديالي لكم دابا، واش كتشوفوا بلي ايطاليا فرنسا غادي يديروا نفس البلان دار شي اسبانيا وغادي يعطوا للمهاجرين ديالهم الوراق ديالهم وغادي يسهلوا العبور ديال المهاجرين، ولا اسبانيا غتولي هي الجنه ديال المهاجرين؟ خلوا لي ضروري الاراء ديالكم في التعليقات، حيت راه كيهمني هذا البلان نشوفو، وبارطاجيو هاد لا فيديو هادي مع صحابكم مع العائلات ديالكم اللي كاينين سوا في اسبانيا سوا في المغرب باش يعرفوا هذا الموضوع هذا، حيت راه بصح وما فيهش الكذوب. وهادشي اللي كان في لا فيديو ديال اليوم، كان معكم عز الدين فيديو جديد، تهلاو.